السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. راجعه لكم النهاردة بوصفة جديدة من وصفات العيد، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. هنعمل مع بعض الطحال بطريقة تخليكي تعمليه احلى من المطاعم كمان. نقول بسم الله ونبدأ مع بعض. بيكون في كفر على الطحال من بره كده، لازم تشيليه. تقدري تشيليه دلوقتي وتقدري تشيليه كمان بعد ما يتسلق. هنمسك طرفه من المكان ده بالظبط كده، وهنبدأ بإيد تشدي والإيد التانية تسند الطحال بالراحة، لأن الطحال رقيق جدا وضعيف وسهل جدا يتقطع، والمفروض ان احنا نحافظ عليه ما يتقطعش، عشان لو اتقطع مش بيبقى كويس. هنفضل بالراحة نحاول نسلك ونشد، بس بالراحة. انا هنا مسرعة الفيديو، فانتي بالراحة حاولي تشدي بالراحة على قد ما تقدري. شايفة بتسلكيه كده برضو بالراحة. تفضلي طولي بالك على قد ما تقدري. هو بس متعب في الوقت ده، بس هو بعد كده طعمه حلو قوي وهتنبسطي قوي من طعمه. هنفضل مع بعض نسلك. بصي شايفة هو سهل جدا، بس تتعاملي معاه بحرص. تمام. يا رب يكون الفيديو موضح الطريقة. انا هنا مسرعة الفيديو، فاتعاملي معاه بالراحة. هكمل انا بقى للاخر وبعدين ارجع لكم تشوفوا شكله بيكون ازاي. وده شكله بعد ما نضفته. ما خليتش عليه اي دهون خالص ولا اي قشرة، خليته زي الفل زي ما انتم شايفين كده بالظبط. هجيب بقى معايا طبق فيه مية، هنزل فيه بعصير ليمونتين وشوية ملح، وهنزل بالطحال. هسيبه حوالي نص ساعة، وبعد كده يلا نروح نشوف هنسويه ازاي. هحط حلة على النار فيها مية بتغلي، هنزل بالطحال في المية. المية ما فيهاش اي توابل ولا حاجة. هغطي عليه وهسيبه حوالي ربع ساعة، وبعد ربع ساعة بتكون المية شكلها كده. هاخد الطحال اغسله بمية سخنة، اغسله كويس جدا، وبعدين احط مية جديدة نضيفة تاني لحد ما تغلي. وهنزل بورق لورا وحبهان وفلفل اسود حصى وواحدة قرفة، مهمة جدا القرفة. واغطي عليها شوية لحد ما التوابل دي تنزل الزيوت اللي فيها. وبعدين هنزل بالطحال وهسيبه حوالي ساعة. وبعد ساعة هنشوف ازاي استوت. هنطلعها ونضغط عليها بصبعنا كده، لو سابت علامة يبقى كده استوت. هي الكاميرا هنا عندي مش مبينة بالظبط، بس هي كده استوت. هنبدأ بقى مع بعض نقطعها. هنقطعها شرايح، ولا هي سميكة قوي ولا هي رفيعة قوي، زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. وهقطع معاها كمان قطعتين ليا. لو عندك ليا واستخدمتيها في الوصفة دي، هتنقل الوصفة في حتة تانية خالص، وهتخلي طعمها يجنن. هجيب بقى طاسة سخنة جامد جدا، هنزل فيها قطعتين ليا. مهم جدا اسخن الطاسة دي كويس جدا. هنزل فيها بشوية زيت، وبعد كده انزل بالطحال. هقلبه عشان انا عايزاه ياخد لون. زي ما انت شايفة كده هو بدأ ياخد لون. هنزل بقى بكام فص توم مطحونين، هقلبهم. هفضل اقلب فيهم كويس لحد ما اشم ريحة التوم. واول لما ريحة التوم تطلع كده، انزلي بقى بواحدة شطة حراقة على حسب الرغبة. هي مش ضروري في الوصفة، بس هو بيبقى طعمه حلو قوي وهو حراق. وبعدين هننزل عليها بفلفل متقطع شرايح. ومع كل حاجة بنضيفها بنديها وقتها، بنقلب شوية ونسيبها كده قد دقيقة. وبعد كده هضيف معلقة كبيرة هريسة شطة، وهفضل برضو اقلب. هزود كمان حتة هريسة شطة وهقلبها تاني. وبعدين هننزل عليها بملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة والسبع بهارات مطحونة، وهنقلبها كويس بقى عشان الطحال يتبل من التوابل دي. وهنسيبها حوالي 3 دقايق، وهي كده اتحمرت وتمام قوي. كده هو الطحال مستوي، بس احنا كنا بنحمره بس. يلا بقى نروح نقدم وصفتنا. انا هقدم الوصفة النهاردة معاها سلطة خضراء ومية سلطة وشوية مخلل بلدي.
وبكده تكون وصفتنا للنهاردة خلصت. اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك وتعملوا كومنت حلو زيكم والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. دمتم بألف خير.